القرن التسعتاشر كان في اعتقاد سائد ما بين علماء الفلك إنه المجموعة الشمسية اللي بتنتمي لها الأرض اللي احنا بنعيش عليها موجودة في مركز مجرة درب التبانة، اللي هي المجرة الكبيرة اللي موجود فيها المجموعة الشمسية، وبتحتوي على عدد كبير من النجوم التانية زي الشمس، وكل نجم منهم بيدور حواليه كواكب أو بعض النجوم ما بيدورش حواليها أجسام. فكان في اعتقاد إنه المجموعة الشمسية موجودة في منتصف أو مركز مجرة درب التبانة، لكن مع ظهور تكنولوجيا حديثة واختراع التلسكوبات قدرنا نتأكد إنه المجموعة الشمسية مش في مركز مجرة درب التبانة، لا بالعكس، ده هي على الحافة، يعني في الطرف الأيمن من مجرة درب التبانة، وبتبتعد عن مركز مجرة درب التبانة حوالي 60 ألف سنة ضوئية. وبرضه التكنولوجيا بينت لنا قد إيه إن مجرة درب التبانة يعني شاسعة المساحة، قطرها حوالي 300 ألف سنة ضوئية. فمجرة درب التبانة، بما اننا بدأنا نكتشف انها قد ايه هي كبيرة وقد ايه مركز المجموعة الشمسية مننا، ف ده يستدعي ان احنا ندرس اكتر خصائص مجرة درب التبانة. في الاول اقرب مجرة لدرب التبانة، عشان تبقى عارف المجرة هي تجمع من النجوم، تجمع كبير من النجوم، بشرط ان كل النجوم ديت داخل المجرة بتلف او بتدور حوالين مركز المجرة دي، اللي هو بيكون مركز الكتلة او مركز الثقل بتاع المجرة. فاقرب مجرة لمجرة درب التبانة مجرة اسمها اندروميدا، او بيسموها ام 31 ام 31. واكتشفوا ان مجرة اندروميدا، احنا عارفين ان الكون بيتمدد، لكن مجرة اندروميدا على العكس بتقرب من كوكب الارض بسرعة 30 كيلو متر في الثانية، بسرعة 300 كيلو متر في الثانية. فاقرب مجرة لنا اللي هي اندروميدا بتقرب علينا، وفي اعتقاد شائع انه في وقت من الاوقات بعد مليارات السنين ان مجرة اندروميدا ديت هتصطدم بمجرة درب التبانة. محدش يقدر يتوقع ايه اللي ممكن يحصل بالظبط، ولو ان العلماء طلبوا من الكمبيوتر ان هو يعمل محاكاة، والمحاكاة بينت ان هو المجرتين مش هيفنوا بعض، لان المسافات ما بين النجوم كبيرة، فممكن يندمجوا مع بعض ويكونوا مجرة اكبر. المجرات عامة بتتصنف على حسب الشكل. في أكبر المجرات حجما هي المجرات اللي بتبقى شكلها بيضاوي، وبتبقى مجرات عملاقة أكبر من مجرة درب التبانة بتاعتنا. لكن النوع الثاني من المجرات هو المجرات الحلزونية، بيبقى ليها أطراف عاملة زي الحلزون. وقلنا ان المجرات البيضاوية بتبقى عملاقة اكبر من المجرات الحلزونية بكتير، اضعاف ملايين ومليارات المرات. لا، لكن في بعض المجرات البيضاوية بتبقى اصغر من المجرات الحلزونية، لكن بشكل عام المجرات البيضاوية اكبر حجما من المجرات الحلزونية. وفي كمان مجرات حلزونية ملهاش أذرع حلزونية، يعني هي شبه الحلزون لكن ملهاش أذرع حلزونية. عشان كده بيستخدموا مصطلح المجرات القرصية علشان يعبر عن المجرات الحلزونية اللي لها أذرع، والمجرات الحلزونية اللي ملهاش أذرع بنسميها المجرات القرصية. احنا قلنا ان مجرة اندروميدا اللي هي اقرب مجرة لمجرة درب التبانة بتقرب من مجرة درب التبانة. طب السؤال المنطقي، طب احنا عرفنا ازاي انه مجرة اندروميدا بتقرب من مجرة درب التبانة؟ احنا نقدر نحدد اذا كان المجرة بتقرب مننا او تبعد عن طريق ازاحة الضوء اللي جاي منها من المجرة ديت. الازاحة بتاعته لو كان الضوء مزاح ناحية الطيف الأحمر يبقى المجرة بتبتعد عننا، لو
الضوء مزاح اكتر ناحية طيف اللون الازرق على المقياس اللي ما بين الازرق والاحمر، يبقى المجرة بتقرب مننا. عشان كده احنا اكتشفنا ان الضوء اللي جاي من مجرة اندروميدا مايل للطيف الازرق، فاحنا كده عرفنا انها بتقرب مننا، وبنحدد سرعتها كمان من مدى يعني كل ما تكون الضوء مزاح اكتر ناحية اللون الازرق يبقى هي بتقرب بسرعة اكبر، وعلى العكس لو كان الضوء بيميل اكتر للون الاحمر، كل ما الزيادة في الميلان للون الاحمر بتزيد يبقى سرعة ابتعاد المجرة عننا بتزيد. طبعا المجرات زي ما هي مليانة بالأجرام السماوية، فيها نجوم وفيها كواكب، والنجوم بيدور حواليها كواكب وكل الكلام ده، ما بين المجرات في فراغات. الفراغات ديت في وقت من الأوقات كنا بنعتبرها فراغات لأنها ظلام احنا مش شايفين فيها أي مادة، لكن اكتشفنا إنه الفراغات ديت موجود فيها مادة مظلمة، وسميناها مظلمة لأنها المادة ديت بتتكون من ذرات غير موجودة في كل العناصر اللي موجودة على الكواكب أو المجرات. يعني ما هياش الذرات بتاعتها، أو إحنا ما نعرفش تكوينها أصلا من إيه بالظبط، بتتكون من حاجة إحنا ما نعرفهاش. عشان كده سميناها المادة المظلمة، لأن إحنا ما نعرفش عنها أي خصائص تماما. لكن اللي بقينا متأكدين منه إنه الفراغ ما بين المجرات، وحتى الفراغ اللي ما بين النجوم وما بين الكواكب، ده مش فراغ خالص، لكنه ممتلئ بمادة احنا ما نعرفش تركيبها. عشان كده سميناها المادة السوداء او المادة المظلمة. طبعا زمان كان الاول كنا الفلاسفة كانوا بيعتقدوا ان الارض هي مركز الكون، ولما اتطورنا علميا شوية الناس بقوا بيعتبروا لا، ان الشمس هي مركز الكون. لكن مع تطور الابحاث زي ما قلنا عرفنا ان في مجرات وفي كلام من ده، فنرجع للشمس بتاعتنا اللي هي بتكون المجموعة الشمسية بتاعتنا. الشمس دي نجم عادي تماما داخل مجرة درب التبانة. قلنا ان قطر مجرة درب التبانة 300 ألف سنة ضوئية. والشمس زي أي نجم من النجوم بتشتغل إنها بتحول فيها كمية كبيرة من غاز الهيدروجين، بتحول الهيدروجين لعنصر أتقل من الهيدروجين اللي هو الهيليوم عن طريق الاندماج النووي. ولما يندمج ذرتين هيدروجين مع بعض بيخرجوا كمية الطاقة. كمية الطاقة دي هي اللي بتدي الإشعاع والحرارة اللي النجم بيعيش عليهم. وزي ما قلنا ان الشمس نجم عادي تماما في مجرة درب التبانة، وتقدر تقول انه مجرة درب التبانة فيها حوالي 300 مليون نجم. فانت متخيل العدد الكبير من النجوم في المجرة، اللي بيأكد لنا ان احنا محناش في مكان استثنائي ولا حاجة. في ملايين، يمكن في ملايين المجموعات الشمسية غيرنا، وقد يكون فيها حياة نكتشفها في وقت من الأوقات. قلنا مجرة درب التبانة لها شكل معين تقدر ترسمه زي كده. في تركيز كبير للنجوم في مركز مجرة درب التبانة، والمجرة كلها المجرة كلها بيحيطها هالة على شكل هالة كروية على شكل الكرة من نجوم قديمة، نجوم يمكن بيعتقد انها موجودة من ايام نشأة الكون، وكمان موجودة عناقيد كروية. وعناقيد كروية يعني مجموعة من النجوم متجمعة مع بعض في شكل عنقود. وداخل مجرة درب التبانة اكتشفنا 150 عنقود كروي، وبيعتقد انه في كمان 50 عنقود كروي، لكننا مش قادرين نكتشفهم او نشوفهم، لانه فاصل ما بين كوكب الارض وما بين العناقيد ديت الضوء الساطع بتاع المجرة، اللي بيخلينا ما نقدرش نشوف ال50 عنقود اللي فاضلين. كلنا عارفين انه الارض بتدور، او المجموعة الشمسية كلها بتدور حوالين الشمس، لان الشمس مركز الثقل. بنفس الفكرة الشمس والمجموعة الشمسية كلها بتدور
حوالين مركز مجرة درب التبانة، وكل النجوم اللي موجودة في مركز اللي موجودة في مجرة درب التبانة بتدور حوالين مركز المجرة تقريبا. تقدر تقول بسرعة سرعة فائقة حوالي 250 كيلومتر في الثانية. بالنسبة للشمس والمجموعة الشمسية بتدور حوالين مركز مجرة درب التبانة في مسار شبه دائري، تقدر تقول عليه دائري. والشمس والمجموعة الشمسية بتحتاج في حدود 250 مليون سنة علشان تكمل دورة واحدة بس حوالين مركز مجرة درب التبانة. احنا قلنا ان مثلا النجوم اللي بتحيط بمجرة درب التبانة من بره، اللي هي عامله لها الشكل شبه الدائري، هي اقدم من النجوم اللي موجودة في المركز او على الاطراف. واحنا نقدر نقيس عمر او نعرف عمر اي نجم عن طريق اللون بتاعه والسطوع بتاعه، لان ده دليل على مدى هو استنفذ الطاقة بتاعته لأي مدى. زي ما قلنا ان هو بيحول دايما عنصر الهيدروجين للهيليوم، فكل ما يستنفذ عنصر الهيدروجين اللي عنده يبقى احنا عرفنا ان هو اقدم من النجوم التانية، ولونه بيكون مايل للأحمر أكتر. المجموعة الشمسية والشمس عامة بيقدر عمرها تقريبا بحوالي 4.5 مليار سنة. يعني بالتقريب الأرض كملت حوالي 20 دورة حوالين مركز مجرة درب التبانة. وللدهشة تقدر تقول إنه الإنسان العاقل، الإنسان اللي إحنا منه أو النوع بتاعنا، من ساعة ما ظهرنا على الأرض أو تقدر تقول داخل المجموعة الشمسية كملت ما يكملش حوالي 1/1000 من دورتها حوالين مجرة درب التبانة. فيظهر إن إحنا عمرنا ثواني من عمر المجموعة الشمسية. أقدم النجوم في المجموعة الشمسية عمره حوالي 13 مليار عام، وعمره أكبر من الأرض 3 مرات. وتقديرات 13 مليار عام تتوافق مع تقديرات عمر الكون نفسه، بيقال إن الكون عمره 14 مليار سنة. فالتقديرات بتقول إن أقدم النجوم في المجموعة الشمسية في مجرة درب التبانة حوالي 13 مليار عام. النجوم عامة لها أعمار، زي ما قلنا العمر اللي هي بتحتاجه عشان تستنفذ الطاقة بتاعتها وما يبقاش عندها طاقة فتنكمش بفعل الجاذبية بتاعتها، لأن هي طول دورة حياتها في قوتين بيأثروا عليها. قوة الجاذبية الثقل بتاعها عامل جاذبية بيضغط النجم لجوه، والطاقة اللي بيخرجها بسبب عملية الاندماج النووي بتخلي النجم ينضغط للخارج، فالقوتين بيساووا بعض. فكل النجم ما يكون حجمه أكبر كل ما يكون عليه يكون عمره أقل، لازم يكون عمره أقل، لأن هو بيستنفذ كمية كبيرة من الطاقة بتاعته علشان يحافظ على التوازن ما بين الجاذبية وما بين الطاقة اللي هو بيخرجها. في المجرات القرصية زي مجرة درب التبانة بتحتوي على اللي هي عندها أذرع حلزونية، بتحتوي على نجوم شابة زي الشمس بتاعتنا، لأن الشمس بتاعتنا تعتبر في طور الشباب، لسه قدامها مليارات السنين عشان تستنفذ الطاقة بتاعتها وتفنى. وبنقول على النجوم الشابة ديت نجوم من التصنيف الواحد. لكن النجوم القديمة واللي هي غالبا بتبقى في انتفاخ المركز، يعني في المركز داخل مركز المجرة أو العناقيد الكروية اللي بتحيط بالمجرة، بنقول عليها نجوم تصنيف 2. وبتكون زي ما قلنا لونها مايل أكتر للون الأحمر بسبب إنها استنفذت كم كبير من الطاقة بتاعتها. داخل علشان تبقى فاهم إنه المجرات زي مثلا مجرة درب التبانة من ساعة ما ظهرت ما هوش ملهاش حالة ثبات، إن هو مثلا
ساعة ما ظهرت مجرة درب التبانة مثلا، ولو فرضنا انها فيها 10 مليون نجم، هم بيفضلوا هم العشرة مليون نجم. لا، ده في حركة احلال وتجديد بتحصل، في نجوم بتموت وبتنفجر. فمع عملية الانفجار ديت بيتم تحويل غبار وغازات موجودة في الفراغات في المجرة، بيتم تحويلها لنجوم جديدة، وبتتم العملية ديت محافظة على استمرار المجرة. في نجوم بتموت وفي نجوم بتتولد مكانها في تناسب رباني. سبحان الله العظيم. بشكر واحد شاف الفيديو. لو عجبك الفيديو يا ريت تعمله شير، ويا ريت تتابعوا الجزء الثاني من علم المجرات اللي هنتكلم عنه في عن ازاي النجوم بتتكون. شكرا.